طلع في أسرار كتير لسه محدش يعرفها عنه ومخبيها لما يجي وقتها. تعبه كان بيخليه يعاني في ثانوية عامة وانتصر عليه علشان يحقق نفسه. اشتغل وهو عيل صغير بسبب والده ووالدته. مراته بالنسبة له مفيش زيها تاني، وحلم حياته يحافظ على بيته وبس. علاقته مع مراته كل الناس بتستغربها، وكشف السر وراها. وبيجيله كوابيس بسبب مسلسل عمله، وبيخاف من إن يحصل له زي اللي حصل للبطل، وبيفكر يتعالج نفسيا بسببه. بنته هي اللي كشفت سر التعب اللي عنده وبيحاول يحله. أسرار كتير عن حياة كريم فهمي طلع مفيش حد يعرف عنها أي حاجة. خليكم معانا في الفيديو ده وهتعرفوا ليه مراته بالنسبة له مهمة، وإيه سر التعب اللي كشفته مراته، وهل فعلا مش بتحب تمثيله ومعقول اللي بيعمله بفلوسه. كريم فهمي من الشخصيات اللي صعب يتعرف عنها أي حاجة. أوقات بيبان إنه كتاب مفتوح وأوقات تانية غامض. من الأسرار اللي في حياة كريم فهمي إن والده ووالدته انفصلوا عن بعض وهو صغير جدا، وده خلاه يبدأ حياته العملية بدري، يعني عنده 16 سنة وبيتحمل مسؤولية بيت فجأة. وقتها كان شايف إن دي أوحش حاجة في الدنيا، بس لما كبر بدأ يقدر قيمة إنه اشتغل بدري، وبقى بيفكر هو اتعلم إيه من التعب البدري اللي هو تعبه. ويمكن اللي حصل له وهو صغير خلاه عرف قيمة البيت والأسرة، وده بيزود حبه لمراته كل يوم عن التاني. ومش بس كده، مش بيفوت مناسبة إلا ويعبر عن حبه ليها، وقد إيه كلها مميزات مش موجودة عند حد تاني. منها إنها بتعرف توازن بينه وبين عياله وبين شغله كمان، وتخليه ياخد باله من حياته. ده غير وقفته جنبها اللي مش بتنساها له أبدا. بس من المفاجآت إن مراته مش بتحبه وهو بيمثل، وحبها أكتر للأفلام اللي بيكتبها لأنها بتشوفه فيها. ومن أول حياته كان نفسها إن يكمل في الكتابة. كريم فهمي أعلن إن عنده ADHD وهو ما كانش يعرف سنين طويلة، واللي خلاه اكتشف هو بنته الكبيرة اللي نسخة منه في التصرفات والحركات والتركيز. وعلشان مراته مركزة قوي معاهم جريت بيها على الدكتورة، وفورا شخصتها وهي بتتكلم مع كريم فهمي. فجأة قالت له عن اللي عنده وإن بنته زيه، ومن هنا بدأ هو يفتكر حياته القديمة كلها حصل فيها إيه، ولقى إن كلام الدكتورة حقيقي. وبعد ما كان مستغرب بقى مش شايف إن في حاجة غريبة، ورغم إن كريم دكتور وجاب مجموع كبير في الثانوية العامة، بس ده كان شيء صعب جدا بالنسبة له إن يقعد ويذاكر ويركز في حاجة واحدة وبس. بس على قد ما كان بيبقى تعبان بسبب ADHD، على قد ما كان عنده هدف عايز يوصل له ويحققه. وفعلا قدر كريم إن يبقى دكتور وممثل ومؤلف. بس مع كل ده مسلسل واحد بس اللي عمل له عقدة وجاب له كوابيس، هو 220 يوم، وده علشان قعد يحضر ليه سنتين بحالهم، وحالة التعب اللي كان فيها البطل، ودي حاجة خوفته من إن حياته تبقى زيه، وبقى خايف على مراته وبناته طول الوقت. والكوابيس مش بتفرقه وهو نايم، وحتى مش بيحب يجيب سيرة اللي حصل للبطل، وبيفكر يروح لدكتور نفسي علشان يتعالج بسببه. انتوا بقى كنتوا تعرفوا أسرار كريم فهمي دي ولا لأ؟